كدير مجهود كبير في التدريب، ولكن ما كتشوفش هذوك النتائج اللي انت ولا انت باغا. وقيلا جات الوقيته باش تراجع الاهداف لي زوبجيكتيف ديالك كرياضي. اليوم غادي نهضر لك على واحد لا تكنيك اللي كنستعملو في لا بسيكولوجي دو سبور ولا حتى في الشركات العالميه، واللي هي تقنيه تحديد الاهداف، الجول سيتينغ. هاد التقنيه كتخليك تحدد راسك كرياضي اهداف واضحه ومحدده اللي كتقيدي الافعال ديالك. بحال الا عندك شي خريطه كتعاونك باش توصل من النقطه اللي انت فيها دابا النقطه اللي باغي توصل ليها غدا. تحديد اهداف صحيحه لراسك كيخليك باش انك تركز الاهتمام ديالك على الجوانب المهمه اللي يقدروا يعاونوك باش توصل لهداك الشيء اللي حاط قدام راسك. ولكن السؤال هنايا هو كيفاش نقدر نحدد لراسي اهداف اللي هي صحيحه. وحده من الطرق اللي كنستعملوها مع الرياضيين هو سمارت ميثود، واللي كيعني بان الاهداف خصها تكون محدده، قابله للقياس، قابله للتحقيق، مهمه بالنسبه لك، واخيرا محدده بزمن. مثلا الا كنتي لعاب ولا لعابه ديال الكره، هدف سمارت ولا سمارت جول بالنسبه لك انت ولا انت ممكن يكون هو بغيت نزيد في الدقه ديال لي تيغ ديالي للشبكه بنسبه 5% من هنايا للشهر الجاي. اون فوا كنحط هذا الهدف سمارت قدامي، كنحط من موراه واحد البلان داكسيون، ما كنبقاش غير غادي وصافي بحال شي واحد تالف. خلي ليا في كومونتير هنايا لتحت شنو هو هذا الهدف سمارت اللي حطيتي لراسك دابا من بعد ما تفرجتي في الفيديو. تشاو على بروسيما.